تمت الترجمة بمعامل أنيس عبيد بالقاهرة. كانت تلك العبارة السحرية اللي كانت دايما بتكون ظهورها على الشاشة الفضية، لفتت عيوننا وأنظارنا وعيون كل الناس. ومين كان ورا تلك العبارة؟ هو الساحر صاحب المهارة أنيس عبيد، واللي اشتهر بكتير من الأسماء، وكان أشهر من أسماء مجال صناعة السينما المصرية في الترجمة على مدار 4 عقود، يعني حوالي 40 سنة. وهو صاحب أكبر معمل في الشرق الأوسط لترجمة الأعمال السينمائية في طبعا، وكان أكبر موزع في الأفلام الأجنبية في مصر كلها والشرق الأوسط كله. أنيس عبيد اتولد سنة 1909 محافظة القاهرة مصر، لأسرة ميسورة، والأسرة دي كانت دايما بتهتم بابنها ان هو يتعلم تعليم راقي رفيع، طبعا مدارس دولية وثقافة غنية. كانوا بيحبوا يخلوه يقرأ كتير. ده كمان كان بيحب ومهتم جدا وعاشق للسينما المصرية والأفلام الأجنبية. ودايما كانت في الوقت دون الأفلام الأجنبية كانت من الدرجة الأولى. كانوا اللي بيخشوها الناس اللي هي يعني كانت الافلام الاجنبيه كانت في الوقت ده من غير ترجمه، وكان اللي بيخشها الاجانب المقيمين في مصر او اللي هم المصريين اللي هم عارفين لغات، وكان منهم اللي هو المترجم انيس عبيد. انيس عبيد كان لما بيخش مع مجموعه من اصحابه كان هو اللي بيترجم لهم. كان الموضوع دوت يعني رغم ان هو كان بيترجم لاصحابه بكل حب، لكن كان الموضوع ده بيفسد عليه ان هو يشوف الفيلم او يستمتع بالفيلم وزيارته للسينما بشكل خاص. بيقول في تصريحات ليه في احد الجرائد ان هو بيقول ان ابتدوا بقى ان هو في الدرجة التانية والدرجة التالتة عايزين، كانت طبعا الموضوع فقير جدا ان هم مفيش ترجمة، فكانوا عايزين يترجموا طبعا الافلام الاجنبية للغة العربية. فكانوا بيجيبوا حد اللي هو اجنبي بيبقى فقير في ان هو باللغة، يعني مش ملم كويس باللغة العربية. كان طبعا كان في شاشة كبيرة وشاشة جانبية، وكانت الشاشة الجانبية ده في عامل زي شريط كده بيدوره هو بايديه، وكانت دايما بيقول ان المشهد اللي بيترجم بيسبقوا ترجمته او بيتاخروا في ترجمته. وطبعا طبعا الترجمه بتكون في غير محلها. فطبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا، عشان عايزين يقدروا يوفقوا الصوت والصورة وبنفس الوقت يجيبوا الترجمة على ذات نفس المشهد. فبيقول ان هو اصلا خريج هندسة ومسافر لاوروبا في فرنسا عشان يعمل رسالة الماجستير في الهندسة. اهتم جدا بالمعامل دي واهتم بالترجمة. في الوقت ده بيقول ان هو كان في ان انا او اهلي بيرسلوا له مصروف ليه، فانخفض قيمة الاسترليني، طبعا كان مرتبط بيها الجنيه المصري، فكانوا لاهله اللي بيوصلوه له يعني المصروف كانش بيغطي تكاليفه ولا مصاريفه، فاضطر ان هو يروح للسفارة المصرية عشان يشوفوا له عمل مؤقت بجانب دراسته. وبيقول ان هو بالفعل شافوا له، وان هو كان بيترجم بعض الروايات والقصص، وان هو اتعاقد مع شركة اسمها باراموت بيكتشرز، ودي كانت بدايته ان هو يترجم، وبدايته في الوسط السينمائي ويترجم الافلام السينمائية للغة الاجنبية. وهو طبعا كان ملم باللغة العربية او من اللغة الاجنبية للغة العربية. ودي هناك بيقول ان هو قابل قصد عمل اللي هو فيلم الوردة البيضاء، وقابل المخرج محمد كريم والموسيقار الشاب محمد عبد الوهاب. وبيقول ان هو شارك في دور في الفيلم بدور واحد بس من جملة واحدة بس. هنا كانت بدايته في الوسط السينمائي، وان هو عايز يرجع مصر، وبالفعل رجع لمصر. وكانوا عمل حملة لإقناع الحكومة المصرية ان هي تترجم الافلام الى اللغة، يعني ايا كان اللغة تكون الى اللغة العربية. وبالفعل تم اصدار قرار مجلس الوزراء سنة 1939 ان هو يتم ترجمة الافلام، لكن في لظروف ما ان هو حصلت فالموضوع اتأجل شوية. لكن سنة 1944 بالفعل كانت أول ترجمة ليه، وهي ترجمة فيلم روميو وجولييت، ونجح نجاح باهر كبير جدا جدا. وقدر ان هو يكون جواز مرور للسينما المصرية انها تخش المهرجانات الدولية والعالمية الكبيرة، وان هم يتعرفوا على ثقافة السينما المصرية، واحنا برضو نتعرف على الثقافات التانية الأجنبية.
في سنة 1950 كان أول اختراع من نوعه باسمه هو، واخترعه بإيده هو أنيس عبيد، في طبع الترجمة والأفلام، يعني يطبع الترجمة على الأفلام في ذات نفس الوقت على 16 ملي. وفعلا قدر ان هو ينجح في اللي فشل كتير فيه من الامريكيين والاوروبيين، بالعكس دول هم اللي كانوا بيستوردوا منه. وهنا كانت دي النجاحات الكبيرة ليه، وهو المترجم أنيس عبيد المهندس. وفي يوم 16/10/1988 رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 79 سنة. هي دي كانت حكايته ومشواره، ان قدر ان احنا العبارة اللي دايما كنا بنشوفها بكل سهولة ونقرأ الترجمة بكل سهولة، وان احنا نقدر نشوف كل حاجة نقدر ان احنا نقراها بكل سهولة. طبعا هو وصى ولاده وجمع ولاده ان هم يتكاتفوا ويتعاونوا مع بعض، ان هم يحافظوا على مكتبته اللي هي الكنز المليء بالاعمال السينمائية الرائعة المترجمة، وبالفعل قدروا يحافظوا عليها. هي دي كانت حكايتنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. فضلا وليس امرا، لايك كل ما جاش نورني في القناه، اتمنى يجي نورني فضلا وليس امرا، واتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر. متشكره قوي قوي لحبايبي اللي معايا، متشكره لحبايبي اللي جم ونوروني، وكل سنه وانتم طيبين ودايما بخير. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف الف مليون شكر.